السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. احنا هنتكلم مع بعض النهارده عن ازاي نقلل الاحتباس الحراري اللي موجود عند الفراخ. طبعا احنا في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا يعني لو الجو جاي حر والفراخ اللي عندنا عمر كبير، ايه الحاجات اللي احنا بنعملها او الخمس خطوات اللي احنا هنعملها علشان خاطر او هنستقبل عليها الفراخ في ثاني يوم لو في درجة حرارة ثاني يوم عالية ولا حاجة. لازم بنعمل كده كام حاجة، وممكن ترجعوا الفيديو موجود قلنا عليها خمس حاجات بتعملها عشان الفراخ تستقبل موجة الحرارة دي ما تأثرش عليها. طب انا دلوقتي الفراخ اللي عندي كبيرة وجه الحر وبقى في احتباس حراري موجود عند الفراخ نتيجه النهجان والكلام ده كله والعمر الكبير، انا ازاي اقلل الاحتباس الحراري ده او اخلص منه بحيث ان هو ما يحصلش نافق في الفراخ اللي موجوده عندي؟ وكلها طرق بسيطه هنتكلم فيها مع بعض، وهنوريكم الفيديو واحنا بنتكلم مع بعض واحنا بنشرح دلوقتي الفيديو ايه اللي احنا عملناه عشان نقلل الاحتباس الحراري. يوم اللي هو كان الاربع اللي فات تقريبا كانت درجه الحراره 43، اضطرينا ان احنا نعمل الحاجات دي كلها. فيها ثلاث افكار احنا بنعملها بسيطه جدا وسهل انك اي حد يقدر يعملها. لو احنا لا قدر الله ما قدرناش نعمل الخمس خطوات اللي قلنا عليهم المره اللي فاتت، في انك ازاي بقى ايه، انا جاي لموجه حر فلازم أنا اعمل خمس خطوات عشان استقبل من بالليل، طبعا عشان استقبل الفراخ اللي جايه او الفراخ اللي جايه تقدر تتفادى موجه الحر اللي موجوده. انا دلوقتي بقى عندي احتباس حراري في الفراخ، ازاي بقى اقلل الاحتباس الحراري ده من غير ما يعمل مشاكل بالنسبه للفراخ او ما يحصلش عندي لا قدر الله خسائر كبيره؟ اول حاجه زي ما انتم شايفين كده احنا اضطرينا ان احنا نعمل زي ايه، شدنا النشاره، ابتدينا نشيل النشاره اللي على الارض كلها، وتبتدي انك ترش ميه على الارض، ثلاث اربع جراد الميه على الارض، بحيث ان الفراخ اللي جسمها او اللي حصل عندها احتباس حراري بتضطر انها لو انت هشيتها على المكان ده كله بتنام فيه، بيبتدي الرطوبه اللي موجوده في المكان ده تسحب الحراره اللي موجوده في جسم الطير، فبالتالي ما يحصلش فوق او ما يحصلش خسائر كبيره. يبقى اول حاجه انت ممكن تفتح قناه زي ما انتم شايفين قدامكم كده، احنا فتحنا القناه اللي قدامكم ديت وابتدينا نزق الفراخ عليها بحيث ان هي تنام في الميه ديت او تنام في المكان اللي هو على الارض مباشره. بتشيل النشاره خالص، تبتدي ترش ميه في الارض، وبعد ما ترش ميه في الارض الفراخ لوحدها بتلاقيها بتروح على المكان ده، لما بتنام عليه بتخفض حراره جسمها. طب انا مش عاوز اشيل النشاره ولا الكلام ده كله خالص، واحنا مثلا في الشتاء موجة الحر جت واحنا في الشتاء، ففي البرسيم متوفر، اقدر اجيب برسيم عقده او عقدتين لو انا عندي ارض مزروعه او اي من اي حد، وابتدي من بعد العصر بقوم جاي فارش جزء من المكان اللي عندي بالبرسيم ده خالص على النشاره. طبعا احنا عارفين البرسيم بيبقى رطب، اول ما الفراخ هتنام عليه بيبتدي يسحب درجه الحراره اللي موجوده عن الفراخ. تالت حاجه بقى، لو الفراخ انت عندك حاسس ان في فراخ بتلقف ومش قادره تستحمل الحر وده كله، انت بتقدر تخش العنبر زي ما انت عارف كده ومعاك جرده الميه وتخش في وسط الفراخ اللي تحس ان هو عمال يلقف ومش قادر، بتشيله وتبتدي تغطسه في الميه وتطلعه وتشيله وتغطسه في الميه وتطلعه عشان خاطر يقدر ياخد نفسه وتخفض الحراره اللي موجوده في الجسم. يبقى احنا عندنا كده الفيديو اللي فات والفيديو ده مكملين لبعض. الفيديو الاولاني قلنا لو احنا عندنا موجه حر جايه ايه الحاجات اللي انا هحطها للفراخ في الميه بحيث ان هي تقلل من الاحتباس الحراري اللي موجود. طب انا بقى جت موجه الحر وبقى في عندي احتباس حراري، في ثلاث حاجات بنعملهم: يا اما ترش ميه على الارض مباشره، بتشيل النشاره وترش ميه على الارض زي ما ورينا لحضراتكم، يا اما بتجيب برسيم او اي حاجه خضراء، يعني او اي حاجه خضراء تقدر تقطعها وتقوم جاي فارشها في جزء من العنبر ان كل الفراخ اللي موجوده تقدر تنام عليه، او الفراخ اللي عندها احتباس حراري بتنام عليه فبيخفض حراره جسمهم. او لو انت عندك حالات بقت متاخره وفي احساس عليه جامد مش قادر ياخد نفسه وبيلقف والكلام ده كله، انا باخده معايا الجردل وبرش فيه، او بحط الفرخ اللي موجود ده في الجردل واطلعه اغطسه واطلعه، ده بيخفض حراره جسم الفرخ بسرعه. طبعا في ناس دلوقتي ممكن تقول لك طب ما بيعمل ايه، يعني الاثار زي ما بقول السلبيه بتاعته ان هو ممكن يعمل اسهالات ومش عارف ايه، يعمل اسهالات ونعالجها مفيش اي مشكله خالص بدل ما الفرخ يروح كله ويبقى في خسائر كبيره بتحصل في العنابر. واللي احنا عملناه ده او الفيديو اللي انتم شفتوه من شويه اللي هو بتاع المجرى اللي احنا عملناه المجرى المائي ده واحنا شلنا النشاره وفرشنا ميه، ده كان في يوم الاربعاء اللي فات لما كانت درجه الحراره 43 والحمد لله يعتبر كان النافق ماشي طبيعي. وكان يعني وكمان المكان اللي احنا مربيين فيه ده كان متعرج بصاج، فده بيعمل احتباس حراري كمان اضافي، يعني فوق 43 كمان الحراره كانت عاليه جدا، والحمد لله عدت والحمد لله مش اي مشاكل حصلت. فقلنا نوصل للناس الفكره دي بحيث لو حد لا قدر الله اتزنق وبقى عنده في الفراخ احتباس حراري يعمل الثلاث حاجات دول وباذن الله يعملوا معاه نتائج كويسه، او بمعنى اصح يعني يقللوا معاه نسبه الخسائر. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.